عاملين ايه؟ وعندنا سؤال مهم جدا بتاع كل سنة، هل لازم اعمل فورمات قبل التحديث؟ طب بعد ما احدث الموبايل هيحصل مشكلة؟ طب لو التحديث جالي احدثه ولا استنى؟ ولا في مشاكل في التحديث ولا لا؟ كل الاسئلة دي اجاوبك عليها في فيديو النهاردة. خلينا نكون عارفين التحديث ال One UI 8 تحديث مهم جدا، تحديث محترم مبني على اندرويد 16 وجه بدري جدا السنة دي غير العادة عن تحديثات سامسونج اللي كانت بتتأخر قبل كده، زي تحديث ال One UI 7 اللي كان اكبر تحديث في تاريخ سامسونج، وكان اكتر تحديث اتاخر جدا وحصلت معاه مشاكل كتيره جدا برضه. على عكس السنه دي معانا ال One UI 8 مع الاندرويد 16 جه بدري وجاي بقى بتحسينات مهمه جدا بتظبط لك اي مشكله حصلت معاك في ال One UI 7، فهي بتتحل هنا مع ال One UI 8. وقصدي هنا مشكله مش عيب في السوفت وير، لا قصدي بتكمل كده شويه لمسات بتخلي الواجهه احسن كتير وفي حتة تانية. الوان اي 7 كان بطبعه تحديث كبير وحصلت فيه تغيرات كتيرة جدا، وده اللي خلى تحصل مشاكل كتيرة بعد التحديث زي سخونة وارتفاع عالي في درجة الحرارة، الموبايل بيسخن كتير، في تهنيج وفي لاج واضح وبيحصل مع ناس كتير، مشاكل بقى في استهلاك البطارية بتخلص بسرعة، وبعض الموبايلات كانت بتعمل ريستارت لوحدها، غير بقى بعض التطبيقات اللي ما كانش بتشتغل، ومشاكل كتير وبصمه بتعلق. كانت مشاكل كتيره جدا مع ال One UI 7، وكان العدد اكبر اللي كان بيشتكي من المشاكل دي، وانتوا كمان عارفين لان وصلني منكم تعليقات كتير عن المشاكل اللي واجهتوها مع ال One UI 7. وطبعا كان حل اغلب المشاكل دي ان ما كانش كلها اصلا انك تعمل فورمات، وكل الكلام ده بيتحل وما بيحصلش اي مشكله بعد كده. طيب هل ده نفس الوضع مع ال One UI 8؟ حابب اقول لك ان الوضع هنا هيبقى مختلف شويه. مشاكل ال One UI 8 من المتوقع انها تكون قليله جدا بالمقارنه مع ال One UI 7، ويعني تقدر تقول كده انت بعد التحديث مش محتاج تعمل فورمات الا في حالات الضروره او الناس اللي هيظهر معاها مشاكل واضحه. كان حابب اكد لك السنه دي هيبقى عدد قليل جدا اللي هيواجه مشاكل مع ال One UI 8، لان سامسونج برضو اطلقت نسخ بيتا كتيره لحد ما تتاكد ان النسخه اللي هتنزل دي هتبقى باقل مشاكل ممكنه. فلو ظهرت معاك اي مشاكل بتعمل فورمات وامورك كلها بتبقى تمام. ولو كان عندك امكانية انك تعمل نسخ احتياطي قبل ما يوصلك التحديث وكان الموضوع سهل بالنسبة لك تقدر تعمل فورمات بعد التحديث، هيكون كويس جدا معاك. لو انت ما عندكش مشكلة في الاجراء ده، عندك مشكلة طبعا بتستنى لو حصل اي مشكلة معاك وبتتجه بعد كده انك تعمل فورمات. لكن التحديث السنة دي حلو جدا، مش هتواجه معاه مشاكل كبيرة. ولو انت موبايلك مش هيوصل له تحديث ال One UI 8، فحابب اقول لك ان تحديث ال One UI 7 مليان بمميزات قوية جدا ما تختلفش كتير عن اللي جاي هنا في ال One UI 8. ممكن تشوف كل المميزات دي من الفيديو ده. مع السلامة.